يعتبر التقليد تناول الزجوج في المولد النبوي من الموروثات الثقافية والتقليدية في العديد من البلدان الإسلامية، وتاريخه يعود إلى قرون مضت. يتم تناول الزجوج في المولد النبوي كجزء من الاحتفالات بمناسبة ذكرى ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. ويعتقد أن تناول الزجوج في هذه الاحتفالات يرتبط بتقدير وتكريم النبي محمد صلى الله عليه وسلم، حيث يعتبر الزجوج وجبة محببة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد يعتبر الاحتفال بالطعام وتقديم الطعام للضيوف في هذه المناسبة تعبيرا عن الشكر والامتنان لنعمة النبوة والإسلام. تختلف تركيبة ومكونات الزجوج من بلد إلى آخر ومن منطقة إلى أخرى، ولكنه عادة ما يتكون من حبات الزجوج والعسل والتمر والمكسرات. يعتبر الزجوج طيب الطعم ومغذيا في نفس الوقت، حيث أنه يقدم عادة في وقت الاحتفالات والمناسبات الدينية. في النهاية، يعتبر تناول الزجوج في المولد النبوي تعبيرا عن التقدير والاحتفاء بشخصية النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتعاليمه. فما هو الزجوج؟ الزجوج هو حبات تستخرج من شجرة اسمها الصنوبر، وهو نوع من الأشجار التي تنتج مكسرات اسمها باللهجة التونسية الزجوج. وتحظى هذه المكسرات بشعبية كبيرة في العديد من الثقافات والمطابخ حول العالم، وتعتبر مصدر غذائي غني بالعناصر الغذائية. مثلا هو مصدر للبروتين. تحتوي مكسرات الصنوبر على محتوى جيد من البروتينات، وهي ضرورية لبناء وصيانة الأنسجة في الجسم وتعزيز صحة العضلات. أيضا غني بالدهون الصحية. تحتوي هذه الحبات على دهون صحية مثل الدهون غير المشبعة وأحماض أوميغا 6 وأحماض أوميغا 9. تلعب هذه الدهون الصحية دورا هاما في دعم صحة القلب والأوعية الدموية وتقليل مستويات الكوليسترول الضار. أيضا هو مصدر للألياف. تحتوي مكسرات الصنوبر على نسبة جيدة من الألياف الغذائية، تعزز الألياف الصحة الهضمية وتساعد في تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك. أيضا هو من مضادات الأكسدة التي تساعد في مكافحة الجذور الحرة وتقليل التأثيرات الضارة للتأكسد في الجسم، وتحافظ على الشباب والحماية من الأمراض، كما أنها مصدر مهم للفيتامينات التي يحتاجها الجسم. شكرا على المتابعة.